صباح الخير. اخويا يا باشا طلب مني اعمل له اكله شقيه ومشبعه وجميله، وطبعا انا عامل تكميم زي ما انتوا عارفين. رحت عملت له اندومي على طريقه الديب، وسوسيس وفلفل الوان او فلفل اخضر. قطعهم كده وولع النار الشقيه وشويه زيت محترمين وسيبهم يسخنوا. دلوقتي يا باشا هننزل السوسيس الشقي بتاعنا فين؟ في الطاسه لحد ما ياخد تاني ويبقى شكله جميل وقمر زي ما انت شايف كده يا قمر. ننزل دلوقتي يا باشا بالاندومي. حط كيس، حط كيسين حسب ما بطنك بتقول، ما توجعش دماغك، الله يبارك لك. ننزل يا باشا بمقدار كوبايه ميه مغليه على الاندومي، وطبعا انتوا عارفين ليه، مش لازم اقول لكم يعني. اهرس يا باشا، اقعد اهرس وطلع، بص عذابك في الهرس. ننزل دلوقتي يا باشا بفلفل الالوان، ولو عندك فلفل اخضر بيبقى افضل يعني. التركية هنا تبس الرمان، اديها تبس الرمان مش هتقولك لا. اقعد قلب بقى، اقعد قلب لحد ما يبان لي الاندومي صاحب. ولو عايز تضيف بهارات الاندومي ضيفها براحتك يا باشا اللي انت عايزه، مش هقولك لا. الاكله بس مش هتقولك لا والله، اقول لك على حاجه، انا مش عامله الاكل، فاهمني. هنا اخر تركايه، تحط جبنه موتزاريلا افضل، او لو عندك جبنه صفرا حط، او اي جبنه. ما هي يا باشا هتدخل المعده مش هتقولك انت بتعمل ايه. هنا اللحظه الحاسمه، لحظه السرور والفرحه والبهجه. ايوه نزل لي يا باشا، نزل الجمال في الطبق، ايوه ايوه. الله. عارفين لو انا مش عامل تكميم كنت كلته. لو عجبكم يا باشا الاكله دي قول لي، ممكن اعمل لكم اكلات تانية واختراعات تانية. سلام.